تعادلوا كان عنده إمكانية تسجيل أسبقية لأنه قدم 30 دقيقة جيدة. عنده اللاعب فريمبور لاعب اللعب على الجهة اليمنى وخابكو ممتازين، تعبوا المدافعين. صحيح البداية كانت جيدة للمنتخب الإسباني، ما عطاش فرصة للمنتخب الهولندي باش يخرج من المناطق نتاعو. شوفوا لامين يامال لبيدري وبيدري نيكو ويليامز، كانت سريعة اللقطة، لكن هذه مشكلة هولندا في 15 دقيقة أن خسر الكثير من الكرات، ما لقاش الإمكانيات باش يخرج من الدفاع، خصوصا الكرة تخرج إلى الدفاع إلى توصل للمهاجمين بسبب الضغط المتواصل. 15 دقيقة جيدة. شوفوا خسر الكرة لامين يامال لبيدري، كان واحد شوف بدون رقابة بيدري ونيكو ويليامز اللي طلب الكرة في العمق ويسجل الهدف الأول لمنتخب إسبانيا. ومن بعد تحسن فريق المنتخب الهولندي، خصوصا وسط الميدان ديونغ راينديرز والمهاجمين، عندهم مهاجمين جيدين ريمبور واللاعب خابكو وديباي. رغم الكثافة العددية وخابكو يسجل هدف التعادل في الدقيقة 27. وبعد في عديد المناسبات كان ممكن يسجل عن طريق راينديرز اللي كان ممتاز اللاعب هذا. شوفوا ريبور تعب اللاعب المدافع كوكوريا على الجهة اليمنى، وهدف في القائم الأول صعب على حارس المرمى، كانت قوية وخابكو من اللاعبين الجيدين حتى مع فريق ليفربول. ولهذا أعتقد أن بعد تحسن الأداء لماذا أصبح يخرج الكرة أفضل، يوصل إلى المهاجمين، وعنده مهاجمين خصوصا الأطراف كانوا جيدين في الشوط الأول. وصناعة الهدف جاءت من جاستن كلويفرت اللي غاب 6 سنوات عن المنتخب الهولندي وعاد بعد بداية موسم مع بورنموث خارقة للعادة بالنسبة لكلويفرت. يبدو لي أفضل الأشواط في المباريات الأربع، الشوط اللي فيه الندية والأرقام متقاربة بين المنتخبين. فعلا مباراة متكافئة، كل شوط حتى كل فريق خد نص شوط من الشوط الأول اللي احنا لعبناه. المنتخب الأسباني بدأ المباراة بشكل مميز جدا، انتشار واستحواذ وسيطرة وخلق فرص واستغلال للأخطاء اللي ارتكبها المنتخب الهولندي. ثم من الدقيقة تقريبا 25 المنتخب الهولندي دخل أجواء المباراة بشكل كويس، بدأ يسيطر أكتر، بدأ يخلق فرص ويوصل لمرمى المنتخب الأسباني وقدر أنه يسجل هدف. كان ممكن يسجل أكتر من فرصة تانية، إنما المباراة فعلا متكافئة بين الفريقين يا مهند. هدف أول طبعا للمنتخب الأسباني في سرعة بديهة وفي ذكاء من لامين اللي عمل الكرة لبدري بسرعة، وبدري برضو بسرعة لعب الكرة لويليامز اللي انطلق داخل المنطقة وعدل جسمه بشكل مميز جدا، لأنه هو كان جاي بسرعة جدا يا مهند. لما استقبل الكرة فالمدافع قافل عليه، عمل ترن بجسمه بشكل ممتاز ولف جسمه وعدل الكرة على المرمى. فهدف فيه ذكاء كبير جدا من لاعيبه المنتخب الاسباني. وهنا فرصه هدف ثاني من موراتا اللي بيجيد استغلال العرضيات بشكل مميز جدا. انما هولندا قدرت ان هي ترجع في النص الثاني من الشوط الاول يا مهند عن طريق الجبهه اللي فيها كاجبو وكلويفرت وديونج. استغلوا عدم مسانده لامين، لان لامين ما بيعملش الواجب الدفاعي اللازم المطلوب مع بيدرو بورو الظهير الايمن، واخترقوا المكان ده اكتر من مره وكان ممكن يسجلوا من المكان ده اكتر من فرصه. نعود لمفاجاه الاشواط الاربعه في المباريات الاربع، كرواتيا فرنسا للنتيجه للثنائيه مع صحيح. اضاعه ركله جزاء لكرواتيا. صحيح كان ممكن تكون نتيجه كبيره، لان اليوم المنتخب الفرنسي ما جاش رغم الاسماء الكبيره رغم اللاعبين الجيدين، لكن اليوم تحسوا المنتخب الفرنسي كرواتيا حضرت المباراه كما ينبغي. كرواتيا مسيطرة على الشوط الأول، خلقوا أكثر فرص. شوفوا لهنا كوندي بعيد على الأقل متر، لما تبعد متر على تعطيه إمكانية باش يمرر الكرة عرضية، المفروض تقرب له أكثر. كوندي معناتها يتفرج بعينيه، لا امشي بجسمك اقرب له أكثر، ما تخليش. شوفوا كوندي لهنا، بس المهاجم أذكى أسرع. شوفوا كوندي تعطيه مثل لماذا؟ تمشي له، ما تخليش لانه اللاعبين عندهم امكانيات كبيره باش يمرروا لك الكره حتى وانت محصرهم في السنتيمترات، من بالك عطيه متر. شوف الكره اخرى، يعني الدفاع الفرنسي مش موجود وسط الميدان، حتى المهاجمين اليوم ما شاهدناش فريق، لكن بالعكس كرواتيا كان افضل. كرواتيا لاعبين خبره، لاعبين اليوم تفوقوا على المنتخب الفرنسي، سجلوا هدفين، كان ممكن يسجلوا هدف ثاني ضربه جزاء. شوفوا
شوف لما لاعب يسلم الكرة داخل 16 متر بدون محاصرة رغم تواجد 6 و7 مدافعين، يعني هناك فريق من ناحية دفاعية ضعيف. هذه ضربة الجزاء ضيعها شوفوا تقريبا في الدقيقة 7 وما أثرتش على المنتخب الكرواتي، لأنها نجاح كبير المنتخب الكرواتي. أن في فرق منتخبات أثر عليها لما تضيع فرص ضربة جزاء، لا المنتخب الكرواتي بقى في المباراة وسجل هدفين وكان عندهم سجل أهداف أخرى. إيطاليا ألمانيا التفوق فيما يتعلق بالاستحواذ على الكرة هو للمنتخب الألماني، لكن لو نرجع للأرقام فيما يتعلق بخلق الفرص إيطاليا كانت حاضرة كابتن وائل. أفضلية للمنتخب الألماني في الاستحواذ، ولكن الخطورة والتأثير للمنتخب الإيطالي يا مهند. 4 فرص مؤكدة لمنتخب إيطاليا، يعني كانت ممكن تكون أهداف يعني مع غيابات مؤثرة للمنتخب الإيطالي على مستوى التسديد يا مهند والتسديد على المرمى. 4 كرات على المرمى مقابل 1 للمنتخب الألماني، إنما في خطورة في شكل هجومي، اعتماد أكبر على المرتدات زي ما احنا شايفين. دي فرصة الهدف، وكلمتك أنا على خطأ جوناثان تام في إبعاد الكرة دي كان لازم يحطها في الكورنر أو ناحية الأوت. مفيش مدافع أبدا بيعملها بالشكل ده يا مهند، ده يعني لو المهاجم مش هيلعبها بالشكل ده، انما خطأ كبير طبعا من مدافع المفروض بيلعب في المنتخب الالماني وبيلعب في ليفركوزن، من المدافعين اللي عليهم كلام انه ينتقل لبرشلونة. ما كانش ينفع انه يتعامل مع الكرة بالشكل ده. طيب. انما ايطاليا الكويس فيها مهند المباراة ان هي رجعت للشكل الدفاعي بال3-5-2 او 3-5-2. ربما مضطر سباليتي، لا هو بقى له فترة، كان بياسو غايب، دي ماركو غايب من بعد اليورو يا مهند هو بيلعب بالشكل ده، فده ادى عمق دفاعي كويس حصن دفاع ايطاليا. دعونا نخرج الى فاصل، بعد الفاصل نواصل، تكرموا بالبقاء معنا. Here we go. We don't play. It's about that time. Get out my way. Here we go. We don't play. It's about that time. Get out my way. Here we go. We don't play. It's about that time. Get out my way. Here we go. We don't play. It's about that time. Get out my way. Ramadan Kareem to all beIN Sports viewers from Thomas Frank. لحظات وينطلق الشوط الثاني من كل المباريات التي تلعب في نفس التوقيت فيما يتعلق هولندا، اسبانيا، كرواتيا، فرنسا، ايطاليا، المانيا، الدنمارك، البرتغال. دائما وابدا اعيد واكرر حصريا عبر قنوات بين سبورتس. نعود لروتردام هناك بهولندا، احداث الشوط الثاني هولندا اسبانيا من جديد مع علي محمد علي، فمشاهده ممتعه للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثانية هنا في إطار مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.